السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن التركستانيين فتحنا جمعية أكاديمية دار الإيمان ووقف يوسف حاجب من 2014 لأجل تحفيز أبناء وبنات التركستان الشرقية وتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية. والآن عندنا أساتذة من المصريين هم يدرسون اللغة العربية والعلوم الإسلامية لأبناء التركستان الشرقية. وكذلك عندنا أساتذة التركستانيين من المعلمات هن يعلمن العلوم الإسلامية لبنات التركستان الشرقية. هؤلاء الأساتذة هم بذلوا جهودا كبيرا جزاكم الله خير الجزاء. وهذه الجمعية وهذا الوقت عندنا الآن مجموعة الطلاب 318 من الذكور 88 من البنات 90 اللاتي يدرسن العلوم الإسلامية هن 40 طالبة في يوسف حاجب وجمعية دار الإيمان. اللاتي يحفظن القرآن الكريم في وقت يوسف حاجب من البنات عددهن 92. جزاكم الله خير الجزاء. اللهم بارك فيكم. هذه معلومات عن عدد الطلاب من جمعية دار الإيمان ووقف يوسف حاجب. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الآباء والأمهات والأساتذة الكرام، نشكركم جميعا حضوركم واهتمامكم بأبنائنا، وبحمد الله سبحانه وتعالى انهينا الفصل الأول من العام الدراسي 2025-26، وكان الفصل الأول مدتها 4 أشهر أي ما يعادل 17 أسبوعا و105 أيام ما عدا العطلة. وعدد الطلاب في مركزنا الآن في مراكزنا جميعا تقريبا 320 طالب وطالبة، ومنهم 90 طالبا في قسم البنين، وتكون الدراسة على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. وجميع طلابنا يدرسون أيضا في المدارس الحكومية. أما في مركزنا فتركزت الدروس على القرآن الكريم وتشمل القاعدة النورانية والتلاوة وتحسين التلاوة وحفظ القرآن الكريم والإجازة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجانب الإيماني والأخلاقي تلقى محاضرة تربوية كل يوم الجمعة، كما يحرص الأساتذة أثناء الدروس على تربية الطلاب وتوجيههم وتنبيههم عند رؤية أي سلوك غير صحيح. ونحن نهتم اهتماما كبيرا بصلاة الجماعة، خاصة صلاة العصر وصلاة المغرب في مركزنا، لأن الصلاة عمود الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أبنائنا وأن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب لهم التوفيق والنجاح في دينهم ودنياهم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.